هلا جماعة الكراغلة، خوتي المغاربة، السلام عليكم. داخل الوطن وخارج الوطن، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحة لاباس؟ عواش المبروكة، ان شاء الله يدخل عليكم هذا الشهر بالصحة والسلامة يا ربي. نشوفوا هذا الفيديو ومن بعد نعقبوا عليه. نستورد مواد غذائية لتربية الأنعام، ونستورد اللحوم في نفس الوقت. هنا اختيار، يا نستورد اللحوم يا نستورد الغذاء نتاع المواشي. باش نستوردهم في زوج غير معقول، لازم نصيبوا حل. اللحوم طلعت وبالتقريب كثير من الناس يجهزوا نفوسهم إلا للعيد، وحتى في العيد كانت فيه نداءات. أنا صميت ودنية ما نسمعش النداء هذا باش يقولك استورد لنا باش نذبحوا في العيد. ما نستوردش. فيه دول أضعف منا، أقل مساحة، أقل إمكانيات، راها تصدر في اللحوم تاعها. المهم كما شفنا هذا طبون يستعرض العضلات ديالو وكي يوصل واحد المعلومه بانه هو يعني بغى يخدم خدمته ديال الشبكوني. اللي بغيت نقول لك طبون، اللي فراس الجمل فراس الجمال. وحنا مع قرار صاحب الجلالة فيما يخص الأضحية العيد. حنا الشعب بغى هذا القرار أكثر من صاحب الجلالة. حنا موافقينه 100%، وبرافو عليه، والقرار المناسب في الوقت المناسب، نظرا للجفاف، ظروف مناخية، نظرا لأمور أخرى، السماسرية والكستابة والناس اللي يلعبوا على الأثمنة وتيغليو الأثمنة. الناس ما قادينش يشريو. يعني كاينة فئة في المغرب كما في جميع الدول العربية، كاينة فئة في المغرب ما قاداش، ما تستطعش تشري بمليون وجوج. ما علينا، 7000 درهم، 8000 درهم، حتى 10000 درهم ما افتقتهاش باش تشري. لهذا صاحب الجلالة كان رؤوف، يعني أهاب بالشعب. صاحب الجلالة أهاب بشعبه، أنه يعني يضحي هو بدل الشعب. كما قلت لكم، صاحب الجلالة أهاب بشعبه فقرر أنه يضحي بدل الشعب. يعني كما قال رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام. احنا موافقين ملكنا، وحنا بغينا هذا القرار وموافقين عليه وفرحانين به. فاش انت تجي تقول بانك بغيتي تستورد مليون ديال الغنم الان، تلعب على الموجة او تركبها من جيدو على الموجة، فهذا لا يثمر، ما غينفعكش معانا. نقولوا زعما راه طبون مالي في شعبه. نو، والشعب الجزائري عارف ومتاكد بان هذه زكاره في المروك وضد في المروك اللي هما فاحنا ما غينفعكش معانا هذا الشيء، لان احنا بعدا الشعب. انا كنهضر وعارفه اش تنقول، وكنهضر وعطيت راسي عارفه اش تنقول، وعطيت راسي الصفه باش نهضر على المغاربه. والله وانا عارفه، لاني متاكده، انا عارفه ومتاكده بان المغاربه نفس كلامي ونفس الراي. نحن موافقون على قرار جلاله الملك فيما يخص شعيره عيد الاضحى. هي شعيره غتبقى هي المناسك هما
الصالات كبيرة، كل شيء غيبقى هما. لكن العيد الأضحية غادي يعيد عنا صاحب الجلالة، وحنا موافقين وراضيين وفرحانين بهذا القرار. انا جو سوي داكوغ، والشعب المغربي كله هو موافق على قرار صاحب الجلالة. انت ما تركب على الموجة، راه ما عندك فين تدخل، راه حنا داك السيد راه تنقدسوه، راه ماشي مالك، هذاك راه اب ديالنا. واش كاين شي حد ينسلخ من الاب ديالو؟ واش كاين شي حتى يقول الاب ديالو سير في حالك او ما بغيتكش؟ راه ما يمكنش. راه اي ولد واي بنت يبغي ينطوي تحت الجناح ديال الوالد ديالو، واي بنت واي ولد يبغي يكون تحت الحنان ديال الوالد ديالو. وهذاك السيد حنا راه ماشي راه في الدم عندنا، في العروق تيجري عندنا. فلا داعي باش تلعب هاد اللعبه ديالتك، هاد اللعبه ديالتك عبيطه من نظام عجوز عبيط. هاد التلاحم بين الشعب والملك ضركم نظام الكبرانات، ضركم التلاحم بين الشعب والملك. راه حنا كنقرروا بجوج، راه هو يقرر حنا موافقين. عرفنا بالنا مصلحتنا، عرفنا بغنا، عرفنا ان كنا حنا هذا القرار كان تاخدو صاحب الجلالة الملك المغفور له الحسن الثاني، وكانت تمر عليه نتائج جيدة، بحيث أن اللحم نزل في الثمن، والسماسرية اللي كيلعبوا على الأثمنة ترباو، وحاجات كثيرة. فهذه السياسة الداخلية ديالنا وحنا راضيين عليها، وحنا قادين، حنا عارفين اش نديرو. واش حنا كنا محتاجين، بغينا نشريو الاباتشي؟ عطوش عقلكم لغيركم، فهمتوا؟ قلنا حنا محتاجين بغينا نشريو الاباتشي. ما تلعبوش على الموجه، ما تلعبوش على نظام الكبرانه تاع الموجه، لانكم لن تفلحوا. والله ما تصوروا منا والو، والله ما تديو منا باش تنقيو سنيكم. انا كنقولها ونعاودها، والله ما غتديو منا باش تنقيو سنيكم. راه حنا السيد راه كنحبوه، راه عاد شوفوا كيديروا لنا، حيدوا لنا هذا القلب، شوفوا كيديروا لنا، حيدوا لنا هذا القلب اللي كينبض بصاحب الجلاله، بحب صاحب الجلاله، وباحترام صاحب الجلاله، وبالتقدير ديال صاحب الجلاله. فهمتوا؟ فاحنا التلاحم بين الشعب والملك لن تعرفوه، ولن تعرفوه. احنا راضيين بهذا القرار. حنا راه اللحم راه كناكلوها يوميا. انا شخصيا اللي كنهضر معكم راه مرضاتني اللحم، كناكلها صباح وسط النهار وعشيه. انا لاحمه بالطبع ديالي، راه اللحم كنفطر بها انا مع الصباح، اللحم كنفطر بها انا. كشتوني انا راه مرض بسبب اللحم. سمعتوا؟ حنا راه ماشي يلاه بينا نقولوا بسم الله، لا كنشموا يدينا وكنشبعوا الحمد لله. حنا ولاد الملوك، ولاد السلاطين، واكلين شبعانين، اي حاجه تحط حنا واكلينها بلا ما تبقاو كيف ما قلت لكم بان حنا اي قرار قرروا صاحب الجلاله نحن موافقون عليه من غير تفكير. وحنا لقينا هذا الشيء، راه حنا لقينا هذا الشيء في الصالح العام وفي صالحنا. والعيد الاضحى غادي يبقى شعيره ديالو كما هي، لن ننقص منها شيء، لان بلد اسلامي. هذا القرار ما نزل الا بعد موافقه اهل الدين. فاحنا ما تنلعبوش، وما كنجيوش تنختو، ما تنجيوش حنا عندنا بلد عنده هبه وعنده قيمه وعنده وزن، عرفنا اش نديرو. وما تلعبش تضبون على الموجه، وسير تجاه في التنميه الاقتصاديه ديالك، وتجاه في التنميه الداخليه ديال بلادك، وتجاه في الشعب ديالك اللي قاعد لا حول له ولا قوه. فاحنا قاعدين بريوسنا وعارفين حنا اش نديرو. وعاشت المملكه المغربيه الشريفه ولا عاش من خانها، ودائما تحت شعار الله الوطن الملك. عاش الملك محمد السادس. تحياتي سميرة رايان.